بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ردد يا أخي، أنت ليش قاسي على الشيعة؟ يا أخي أنت ليش تعملوا هاي المعاملة؟ تريدون منا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، فالله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، وغزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حراء، وغزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء. يا من تعتقد بأن الشيعة الإمامية الاثني عشرية فرقة أو طائفة، رسالتي تقول إليك: ما هم بأمة أحمد، ما هم بأمة أحمد. يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء. المهاجرون والأنصار إخواني الصحابة وقلبهم، المهاجرون والأنصار هؤلاء كانوا من الموانع دون ميلاد الإسلام. بعبارة أخرى، الصحابة وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار كانوا أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله، كانوا أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله، وأعداء القرآن الكريم، وأعداء الإسلام الحنيف، وأعداء الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا. أخبرني أيها القرد وإن كان القرد موحدا، أخبرني أيها القرد وإن كان القرد موحدا، أستميحك عذرا يا قرد إذ شبهت بك هذا الشيرازي. أجبني أيها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، الإسلام الحنيف الذي تتحدث عنه كيف وصل إليك وأنت قابع في معبد للنار تعبده من دون الله؟ حين كان جدك يسجد للنار وكان عمر يسجد لله، من الذي أوصل إليك الإسلام؟ ومن الذي أدخلكم في الإسلام؟ ومن الذي علمكم لا إله إلا الله؟ هؤلاء الذين تقول أنهم أعداء الله وأعداء القرآن هم الذين قاتلوا في بدر، وهم الذين قاتلوا في أحد، هم الذين واجهوا السيوف لما كان جدك ينام في أحضان العذارى في معابد المجوس، كانوا يستنشقون غبار المعارك ودخانها حين كان أجدادك ينعمون ويرقصون حول النار وخمرتهم بأيمانهم. هؤلاء المهاجرون والأنصار هم الذين
أدخلوكم في الإسلام، فما ركع أجدادك ركعة لله، ولا سجد أجدادك سجد لله، إلا بفضل الله ثم بفضل المهاجرين والأنصار. برك الدماء وأيهم حقن الدماء، فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، ويقاتلون عن الرذيلة. رحمك الله يا عمير بن حمام. يا أخواني أنصحكم بقراءة السيرة. اقرأوا سيرة المهاجرين رحمكم الله أيها المهاجرون والأنصار. عمير بن حمام قام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 300 رجل في معركة بدر، وقد اجتمعت قريش ب1000 يزيدون أو ينقصون، وكان المسلمون 300، فكانت قريش والكفار عددهم أكبر ب3 أضعاف. وكان بيد عمير بن حمام تميرات، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام الرجال من أجل القتال، فقال عمير: يا رسول الله، من قاتلهم اليوم فقتل صابرا محتسبا فماذا له؟ قال: الجنة. فكان في يده تمرات، فنظر إلى التمرات وقال: بخ بخ، لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها والله لحياة طويلة. فألقاها من يده وألقى بنفسه في صفوف المشركين، فقاتلهم يضربهم ويضربونه حتى استشهد في سبيل الله. وذا عبد النساء وذاك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء. وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء. إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبذاء، وحنوا رقابهم فلم تشكو الهوان والانحناء. أحار بهم وقد أمسى الجموع. وهذا خبيب ابن عدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم لك الحمد أن جعلتنا نعتقد حب هؤلاء. خبيب بن عدي أسره المشركون لأنه كان قد قتل أبيهم في بدر. قد أسره المشركون بنو عامر وحبسوه، فكانوا يرونه يأكل طعاما وهو في سجنه يرزقه الله عز وجل. ثم لما جاء يوم إعدامه وأنهم سيقتلونه لأنه قتل أباهم، جروه إلى الصحراء وصلبوا له صليبا، فقالوا له: سل فإنا قاتلوك. قال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. فأمهلوه فاستقبل القبلة وصلى ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: أما والله لولا أن تظنوا أني أخشى الموت لأطلت في صلاتي. قالوا: أيسرك اليوم أن تكون في بيتك ومحمد مكانك؟ قالوا: أيسرك اليوم أن تكون في بيتك ومحمد مكانك؟ فقال: لا والله لا يسرني أن أكون في بيتي ويصاب رسول الله بشوكه. رجال
رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله لا يسرني أن أكون في بيتي آمنا مطمئنا ورسول الله يصاب بشوكه. ثم حملوه، فلما صلبوه ماذا قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك بأوصال شلو ممزع. إلى صنم يطيف به وذا عبد النساء، وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه. وهذه هي أحد تشهد بالعجائب. سل أحدا عن أصحاب محمد، وسل بدرا عن أصحاب محمد. هذا هو أحد يشهد بالعجائب. فهذا هو أبو دجانة رضي الله عنه وارضاه. كان ذو جسد عظيم، ورأى رماح القوم وسهامهم قد وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله لم يشعر بذلك. وجه المشركون سهامهم ورماحهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأى أبو دجانة ذاك الخطر المحيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق إلى رسول الله وقال يا رسول الله أبرك فداك أبي وأمي. قال يا رسول الله أبرك فداك أبي وأمي. فغطاه بجسده وانحنى عليه حتى ثبتت الرماح في جسد أبي دجانة ولم يتحرك عن رسول الله شبرا. سقط أبو دجانة، وهذا هو الزبير يروي لنا تلك الأعجوبة الأخرى. سقط أبو دجانة وقد ثبتت الرماح في ظهره دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام من أيها الناس؟ قام سهل ابن حنيف الساعدي عليه رحمة الله. قام سهل ابن حنيف الساعدي عليه رحمة الله. قال الزبير فنشر سهل جسده دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى رماح المشركين وسهامهم بصدره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلا زالت الرماح تثبت في جسد سهل رمحا بعد آخر حتى عددتها وكانت 8، ووالله إني لأنظر إلى قدمي سعد لم تتحرك شبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. ينادي ويصرخ صلى الله عليه وآله وسلم، يصرخ في أحد معاشر الأنصار الناس شعار وأنتم الدثار. معاشر الأنصار الناس شعار وأنتم الدثار، فلا أوتين من قبلكم. وسمعها سعد ابن الربيع أحد الأنصار، ولا زال يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال الصحابة يقاتلون دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا سقط سعد شهيدا أرسل النبي أنس ابن مالك يبحث عن سعد، فلا زال سعد يقلب الناس فلا زال أنس يقلب الناس يبحث عن سعد فيهم،
فوجد سعدا في رمقه الأخير، فقال أنس: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ فقال سعد: أجد والله ريح الجنة. قال سعد بن الربيع: أجد والله ريح الجنة. فلما قام أنس جذبه سعد إليه وقال: يا أنس، أبلغ قومي من الأنصار أنه لا عذر لكم أمام الله إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم أمام الله إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم أمام الله إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وهكذا يتقاتل الرجال دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هم الأنصار يجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انسحب من أرض القتال إلى الجبل، فتبعه المشركون. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة، ومع طلحة مجموعة من الأنصار وكان عددهم 7، وانسحبوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسلقون الجبل، فتبعه المشركون. فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد القوم عنا وله الجنة. والله أيها الشيعة لقد حرمتم من نعمة عظيمة اسمها الصحابة. قال: من يرد القوم عنا وله الجنة؟ قال طلحة: فهب إليهم رجل من الأنصار فلا زال يضربهم دون رسول الله ويردهم عنه حتى قتلوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يرد القوم عنا وله الجنة؟ فهب إليهم أنصاري آخر فلا زال يضربهم ويضربونه حتى قتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد القوم عنا وله الجنة؟ فقام الثالث، ثم قام الرابع، ثم قام الخامس، ثم قام السادس، ثم قام السابع، حتى هلكوا جميعا وقتلوا جميعا واستشهدوا جميعا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء الذين أوصلوا لكم الإسلام أيها الناس. على دماء وجثث هؤلاء انتشر الإسلام. هذا هو معوذ بن عفراء، صبي من صبيان الأنصار، شاب صغير، يضرب قدم أبي جهل فيقطعها، فيتبعه عكرمة وقد كان مشركا وهو ابن أبي جهل، فيضرب معوذ ابن عفراء بسيف على يده فيقطعها. قال معوذ: فوالله ما شعرت بضربه لي، ولكني حين اقتحمت بين الناس شعرت بأمر وشيء قد أثقلني وأتعبني. قال: فنظرت وإذا بيدي مقطوعة، فما كان لي وما كان بي إلا أن وضعت المقطوعة تحت قدمي فجذبت جسدي عنها وتركتها في أرض القتال. هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء هم الرجال. والله الذي لا إله إلا هو حرمتم من نعمة عظيمة اسمها حب المهاجرين والأنصار. وأختم يا أحباب، أختم بتلك القصة الرائعة الجميلة حين فتحت مكة وحين انتصر رسول الله في حنين وحين قسم الغنائم. فلا زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الغنائم على الناس حتى ولم يمضي على إسلامه إلا أيام، وأعطى المهاجرين وأعطى أهل مكة حتى اقتتلوا عليه. فقال: أيها الناس، وقد رفع وبرا من وبر ناقته وقال: أيها الناس، والله لو أن بينكم خذوا ما شئتم ودعوا ما شئتم. فلا زال يقسم، ولكنه لم يعطي الأنصار درهما ولا دينارا
ولا شاة ولا بعيرا، لم يعطهم شيئا، لم يعطهم شيئا. إنهم الأنصار، إنهم الذين بايعوا، إنهم الذين آووا، إنهم الذين نصروا، إنهم الذين قاتلوا، إنهم الذين دخل بهم مكة فاتحا. الأنصار لم يعطيهم درهما. فوجد الأنصار في قلوبهم أمرا، كيف يقسم رسول الله الغنائم على هؤلاء الناس ولا يعطيهم درهما. فأرسلوا سفيرهم عبادة ابن الصامت وقال: يا رسول الله، هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في قلوبهم ما وجدوا. قال: أنك قد أعطيت قومك ولم تعطهم شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لعبادة: وما تقول أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اجمع لي قومك إذن، ولا يدخلن معكم أحد إلا أنتم. اجمع لي الأنصار. فانطلق عبادة يجمع الأنصار حتى جمعهم في مكان واحد، ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الأنصار وليس في سواهم. قال: معاشر الأنصار، ما قاله بلغتني عنكم. معاشر الأنصار، ما قاله بلغتني عنكم أنكم وجدتم علي في قلوبكم لعاعة من الدنيا أتألف بها أقواما ليسلموا وتركتكم إلى إسلامكم. معاشر الأنصار، أما والله لو قلت لصدقت ولصدقت. جئتكم ضلالا فهداكم الله بي، ووجدتكم عالة فأغناكم الله بي، ووجدتكم أعداء فألف الله بينكم بي. فقالوا: لله ولرسوله الفضل والمن، وقد طأطأوا رؤوسهم خجلا من رسول الله. لله ولرسوله الفضل والمن. فقال: أما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا مكذبا فصدقناك. قالوا: لله ولرسوله الفضل والمن. فقال عليه الصلاة والسلام: معاشر الأنصار، أيسركم أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير والدرهم والدينار، وتذهبون أنتم برسول الله؟ فقالوا: رضينا برسول الله قسمة وحظا، رضينا برسول الله قسمة وحظا، رضينا برسول الله قسمة وحظا. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. والله لولا الهجرة لوددت أن أكون امرؤا من الأنصار. والله لولا الهجرة لوددت أن أكون رجلا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فطأطأ الأنصار رؤوسهم وهم يبكون ويقولون: رضينا برسول الله قسمة وحظا، رضينا برسول الله قسمة وحظا. أهؤلاء تسبون معاشر الشيعة؟ أهؤلاء تطعنون؟ أبهؤلاء تطعنون؟ أهؤلاء تلعنون؟ أهؤلاء هم أعداء الله ورسوله؟ من إذن أولياء الله ورسوله؟
أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى وغزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا وغزا الظلام وجاء السلام عليكم اخواني. هذه الكلمات والله ما كنت مجهز شيء، لكن يا اخوان انا مثلكم انتم جميعا اهل السنة، ما ان تتكلموا عن الانصار عن المهاجرين حتى تعيشون في عالم اخر. علي بن ابي طالب هو امرؤ من المهاجرين، وهو اخ لهؤلاء جميعا، وهم اخوانه، قوم تآلفوا فكانوا كالجناحين للطائر. نصر الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام، وأيد بهم رسوله، وملأ الدنيا دعوة لهذا الدين العظيم بهؤلاء المهاجرين وبأولئك الأنصار. أخوي الإمبراطور طولت عليك، وأخواني سامحوني. يعلم الله سبحانه وتعالى ما كان الأمر تهيئة ولا تحضير، ولكن كانت كلمات أرجو الله سبحانه وتعالى بها أن يجعلها في ميزان حسناتكم أنتم، لأنكم صبرتم على أخيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها أيضا في ميزان حسنات العبد الفقير. نرجو بها شفاعة يوم القيامة، ونرجو بها النجاة يوم القيامة. الله ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحب المهاجرين والأنصار، ونفتديهم بأرواحنا وأموالنا وأعراضنا. نشهدك سبحانك أننا ندين إليك بحب هؤلاء، لا نزعم فيهم عصمة، ولكننا نرجو اتباعهم، فقد زكيتهم لنا في كتابك الكريم، وقد زكاهم لنا نبيك العظيم صلى الله عليه وآله وسلم.